السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا مع حضراتكم هننفذ موديل جديد، وقبل ما نبدأ نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الموديل ده فيه بنوتة امبارح دخلت كلمتني عليه وطلبته مني، وطبعا ما نقدرش اتأخر على حبايبي. موديل جميل جدا يا بنات وسهل وبسيط خالص، تقدري تعملي 2 على الكارت، بس انا انجازا للوقت فعملت واحده بس. تمام. مش مكلف خامات خالص، وسهل وبسيطه جدا وجميله جدا 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 وكيوت جدا اللهم بارك. طبعا انا عملتها بلونين، وان شاء الله باذن الله هنفذها معاكم بلون جديد. موديل سهل وبسيط جدا يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنبتدي ناخد المقاسات الاول. بسم الله. هنحتاج ستان يا بنات عرض 4 سنتي. تمام. وهنحتاج قطعتين طول 17 سنتي، قطعتين طول 17 سنتي، وهنحتاج قطعة عرض 4 سنتي وطول 11 سنتي. تمام يا بنات، يبقى معانا قطعتين طول 17 سنتي وقطعة طول 11 سنتي. والقطعة دي يا بنات طبعا كلنا عارفين الطريقة دي، عملتها كذا مرة على القناة، اللي مش عارفة يدخل يشوفها. القطعة دي هنحتاجها يا بنات 5 سنتي او 5.5 سنتي. تمام. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم نشيط الستان. هنبتدي يا بنات نشاط الستان زي ما انتم شايفين كده. بسم الله. طبعا وهنبتدي نتني جزء كده. تمام. ونسيب 2 سنتي. تمام يا بنات زي ما موضح معاكم كده في الفيديو. اتنين سنتي يا بنات. تمام. هنسيب فرق 2 سنتي، وهنبتدي هنحدد منتصف من الجزء هنا. تمام. بالطريقة دي، والقطعة التانية كذلك. تمام. برضو حوالي 2 سنتي. تمام يا بنات. طبعا احنا المرة اللي فاتت حددنا جزء اليمين، لا المرة دي هنحدد جزء المنتصف في الشمال. احنا عايزين الزاوية بس يا بنات. تمام. عشان هنشتغل على الزاوية دلوقتي، هتفهموا معايا الطريقة. والقطعة 10 سنتي هنبتدي نحدد المنتصف بتاعها بشكل طبيعي خالص. تمام. بالطريقة دي، وهنركنها دلوقتي على جنب. هنبتدي نجيب الكليبس بتاعنا. تمام. هنحتاج كليبس نمسك بيه معانا الشكل. تمام يا بنات. هنبتدي ناخد اول قطعة بالطريقة دي على الزاوية هنا. تمام يا بنات. ونبتدي نمسكها بكليبس. تمام. طبعا يا بنات اول جزء عملنا على الزاوية دي. تمام. هنجيب الجزء التاني عشان يكون للمقابل ليه. احنا المرة فاتت عملنا على اليمين، طبعا النهارده هنشتغل على الجنب الشمال بالطريقة دي. تمام. وهنجيب برضو كليبس ونمسكه بالطريقة دي، نحطهم قصاد بعضهم كده. هل هما في مقابل بعض؟ يبقى كده معاك الموديل اللي انت ماشيه صح وماشيه مظبوط. تمام يا بنات. ناخد بالنا بس من التركية دي. تمام. هنبتدي نجيب القطعة التانية. تمام. ناخد بالنا يا بنات نركز. هنبتدي نعملها على هيئة ورقة الشجر بالطريقة دي يا بنات. تمام. اهي. بتمنى يكون الموديل واضح معاكم ومفهوم. تمام يا بنات. اهي طريقة سهلة وبسيطة جدا ومش محتاجة اي حاجة. تمام. بالطريقة دي. تمام يا بنات. هنبتدي برضو الجزء التاني. تمام. بالطريقة دي يا بنات اهي. هنبتدي برضو نعمله على هيئة ورقة الشجر بالطريقة دي. تمام. ونبتدي ثواني اهي. تمام. بالطريقة دي يا بنات. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، وموديل بسيط جدا وجميل يا بنات. بتمنى الموديل يعجبكم، بتمنى تقولوا رأيكم في الكومنتات. تمام. اهو يا بنات اهو.
تمام. بتمنى الطريقة تعجبكم يا بنات والموديل يعجبكم، بتمنى تقولوا رأيكم في الكومنتات. هنبتدي نخيط بسم الله. 1 2 3 4 5 6 بالطريقة دي يا بنات بسم الله. هنبتدي بس نثبت كذا مرة كده رايح جاي. تمام بالطريقة دي يا بنات. بس كده خلاص ثبتنا. هنبتدي ناخد نربط الخيط. تمام ونشيل الخيط الزيادة معانا. ودي ده شكل الفيونكة معانا يا بنات. تمام فيونكة جميلة جدا جدا وبسيطة وسهلة ومش بياخد وقت خالص. الموديل نقدر نعمل 2 على الكارت و1 على الكارت. تمام هنبتدي نخيط الجزء التاني. تمام ناخد بالنا في الخياطة يا بنات، احنا بدأنا من تحت او من فوق. تمام 2 3 4 5 6. تمام يا بنات بالطريقة دي. هنبتدي نشيل الكليبس ونكشكش معانا الموديل بالطريقة دي. تمام يا بنات ونثبت الموديل بتاعنا كويس. طبعا بشكر كل البنات اللي بتدعمني واللي متابعاني، شكرا على كلامكم الجميل وعلى دعمكم ليا، بتشجعوني دايما ان انا انزل لكم كل جديد. شكرا لكم بجد. تمام يا بنات كده خيطنا الفيونكة بتاعتنا. تمام بالطريقة دي اهي يا بنات. تمام قصاد بعضهم. هنبتدي نجيب القطعة 11 سنتي. طبعا هنخيط وهي مفرودة هي يا بنات، مش هعملها فيونكة ولا حاجة. تمام بسم الله. 1 2 3 4 5 6. تمام يا بنات 6 غرز برضو بالطريقة دي يا بنات. ونبتدي نربط الخيط عليها. تمام بالطريقة دي يا بنات. نجمد الخيط كويس اهم حاجة. تمام ونظبط الفيونكة بتاعتنا بالطريقة دي. تمام يا بنات هنحتاج قطعة جوخ. هنحتاج قطعة جوخ بسيطة يا بنات. تمام يعني نص سنتي في طول 1 سنتي زي كده، شريطة بسيطة خالص. تمام عشان نثبت بيها الفيونكات مع بعض. تمام هنبتدي يا بنات نجيب الشمع بتاعنا بسم الله ونبتدي نثبت الفيونكتين في بعض بالطريقة كده، بالطريقة دي يا بنات. تمام بتمنى يكون الموديل واضح معاكم. وهنبتدي نحط نقطة شمع كويسة ونجيب الجوخ ونثبت بيه في الظهر يا بنات. طبعا اللي متابعني من بداية القناة عارف ان انا لما بيكون في جزئين بثبتهم بقطعة جوخ عشان اتأكد ان الفيونكة ثابتة معايا كويس جدا وما تتفكش بسهولة. تمام هنبتدي نحط هنا نقطة شمع بسيطة. تمام يا بنات ونبتدي نحط الجزء بتاعنا. تمام ونشده على تحت بالطريقة دي يا بنات. تمام بعد ما نحطه نشد الطرفين بتوعنا لتحت بالطريقة دي. تمام اهي. وبكده نكون خلصنا الموديل بتاعنا. موديل سهل وبسيط ومش مكلف خالص خامات يا بنات. تمام بالطريقة دي نكون خلصنا الموديل بتاعنا بتاع النهاردة. تمام هنبتدي نجيب الكليبس بتاعنا. كليبس 4 سنتي او 4.5 على حسب المتاح عندك. تمام وهناخد نقطة شمع في الظهر بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقة دي يا بنات. تمام اتمنى يكون واضح معاكم. وهنبتدي نلزق الكليبس. نتأكد اهم حاجة ان احنا لازقين الكليبس على ايدنا اليمين يا بنات بالطريقة دي. تمام بالطريقة نتأكد ازاي ان هي التكتاك بتاعها على ايدينا اليمين. تمام هنسيب الكليبس ينشف دقيقتين. طبعا هنحتاج كام حبة دايموند؟ 6 حبات. تمام
وهنحتاج البيه وقلم الاسترس بتاعنا. تمام، على بال ما نلزق الدايموند يا بنات يكون الشمع نشف عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. تمام يا بنات، بسم الله. 1 2 3، 1 2 3. طبعا قلت لكم التزيين ده على حسب ذوقكم انتم. ممكن تحطوا قطعه رابر في المنتصف، ممكن تحطوا قطعه اكريليك، على حسب المتاح عندك. تمام يا بنات، انا حابه الدايموند بيكون هادي في الموديلات، فانا حابه الدايموند بصراحه، وبيطلع الموديل بشكل جميل جدا. بتمنى الموديل يعجبكم يا بنات، بتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات. وبكده نكونوا خلاص هنقفل الموديل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي يا بنات نجيب نقطة شمع بسيطة داخل الكليبس. تمام، ونبتدي نديها ضغطة بالطريقة دي يا بنات. تمام، وهنحط نقطة شمع في المنتصف بالطريقة دي. تمام، وهنبتدي نقفل بالطريقة دي يا بنات. موديل سهل وبسيط وجميل جدا وكيوت خالص على فكرة يا بنات، مش مكلف خامات خالص خالص خالص، اللهم بارك. تمام، وبكده نكون خلصنا الموديل بتاعنا. موديل جميل جدا جدا، بتمنى الموديل يعجبكم، بتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات، وشكرا لكم جدا 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 على كلامكم الجميل. طبعا يا بنات التك تاك على الايد اليمين زي ما اتفقنا. تمام، وده يكون الموديل بتاعنا سهل وبسيط وجميل جدا جدا جدا، اللهم بارك. بتمنى الموديل يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.